السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المتابع، متابع قناة ابن الواحة، أهلا بحضرتك في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن معلومة مهمة جدا في كربراتير. يا ريت لما نجيب المحشة يا جماعة أو نشتري كربراتير جديد وبعد شهر أو شهرين أو 3 تيجي تبص تلاقي المحشة اتخنقت منك. معلش أنا هقول لك أول حاجة تعملها إيه. بالراحة كده، احنا متعودين نفتح الغطا بتاع التانك، نشوف الفلتر مسدود ولا لا. لقيناه كويس نفكه من الخرطوم بتاعه، ننفخ فيه كده، لقيناه كويس وشغاله 100 وبيسحب بنزين وتمام ومفيش اي حاجة، خلاص تمام. ركب الفلتر زي ما كان في الخرطوم ونزله في التانك واقفل غطا التانك. طيب هعمل ايه انا بقى لو لقيت الفلتر كويس؟ هبدأ امسك الكربراتير بالوضع ده. طبعا هتجيبه هتبدأ تفكه. احنا عاملين فيديوهات كتيرة للكربراتير، في فيديوهات شورتس وفي فيديوهات على القناة، فيديوهات طويلة شوية. بتبدأ تفك الكربراتير من الاربع مسامير اللي حضرتك شايفهم قدام الكاميرا. بعد ما تفك بتسقط النص اللي تحت ده، عندك جزء واتنين والتالت ده لفوق. انا بفك الكربراتير مش عايز يعني زي ما بنقول كده على 100 حتة، ما بسيبش حاجة إلا لما بفكها، وأبدأ أغسلها غسلة نظيفة بالبنزين ونفضها كويس وأبدأ أركبها وأجمعها تاني. طيب إيه هي المعلومة اللي أنا عايز أتكلم فيها؟ طبعا أنت إن شاء الله يعني لو لقيت الفلتر سليم ونظيف وكويس ومفيش أي حاجة، يبقى هتخش على المصفى اللي بتبقى فيه الجزء اللي هنا ده. المصفى دي طبعا في ناس بتشيلها. اوعى تشيل المصفى دي خالص، لان دي لو شلتها الشوائب اللي بتبقى موجودة في البنزين وانت بتحط بنزين المحشة هتبدأ تسد الفونيا اللي جوه في الكربراتير، وهنبدأ نخش في مشكلة وفي متاهة، وهتبقى العملية بقى ايه، هنرمي الكربراتير بقى ونجيب واحد جديد والكلام ده. في ظل الظروف الصعبة بتاعتنا وان الحاجة غالية، انا بحاول ان انا ادي لك معلومة. المعلومة هي ان انت فك الكربراتير، اتفرج على الفيديوهات وحاول تصلح الكربراتير بنفسك. لان انت لو هتشتري كربراتير، ايام ما كنا زمان كده بيتخنق مننا الكربراتير شوية كده ونشغله وتاني مرة يخنقنا ونرميه ونجيب كربراتير ونرميه ونجيب كربراتير. يعني حضرتك انت لو بصيت ادي 3 كربراتيرات النهارده. ايام ما كنا بنغير الكربراتير كنا بنغيره، كان الكربراتير عامل 50 جنيه، 60 جنيه، 70 جنيه، كانت المحاشة عامله 1000 ونص و700 جنيه. يعني الحاجات غليت دلوقتي. الكربراتير دلوقتي وصل يا جماعه 400 جنيه. يعني انت لما هتشتري لك قطعه زي دي انت دلوقتي هتدفع 400 جنيه. المهم انا مش عايز اطول عليك الفيديو. الكربراتير فك كل حاجه واشتغل فيها وصلح كل حاجه الا حاجه واحده بتبقى ثابته، اللي هي الابره اللي موجوده في البستم بتاع الكربراتير. الابره اللي فوق دي في ناس تيجي تقول لك انا دي بتبقى جايه وفي جلده صغيره مزنوقه بها من فوق عشان محدش يجيب مفك عاده صغير كده او يجيب سلكه ويتنيها كده ويقول لك ايه، انا هكرب على الابره دي عشان اصل المحشه بتاعتي بتاكل بنزين، انا هفتحها شويه عشان المحشه بتغيب في الدوره. لا، انت الخواجه لما عمل الكربراتير ظبط الابره دي على عدد لفات معينه، ما تحاولش تلعب فيها. لان مجرد والله انا جبت كربراتير جديد وفي بدايه شغلي رحت لاعب فيها دي، على طول حاولت ان انا اشغل الكربراتير تاني، استحالة انه يشتغل، فاضطريت ان انا اركن الكربراتير واجيب كربراتير جديد. انا اتمنى ان المعلومة تكون وصلت، ويا رب ما اكونش طولت عليكم في الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تحرمنيش من لايك حلو من ايدك الحلوة، وان ما كنتش مشترك في القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان توصلك كل معلومة انا بنزلها على قناة ابن الواحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.